السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم رانيا من قناة بيتي ومطبخي سر سعادتي. يا صباح الخير والفل والياسمين على أحلى متابعين، واحب ارحب بكل المشاهدين اللي بتشوفوني من كل مكان. النهارده بقى رجعت لكم في يوم جديد وفيديو جديد. تعالوا بقى نشوف نكمل الروشنات بتاعتنا اللي انا عملتها وما كملتش بقيه الشقه بتاعت ماما. النهارده بقى انا في البلكونه كده، انتوا شايفين المخدات والحاجه. انا قمت الصبح لقيت الشمس جميله، حتى بدات دلوقتي تروح شويه. بس انا صاحيه من بدري وفطرت وحطيت البطاطين بقى كده والمخدات في الشمس زي ما انتوا شايفين. هلم بقى الحاجات دي جوه، وبعدين تعالوا بقى نتجه بالبلكونه الاول وندخل بقى على الشقه جوه، نكمل بقى الريسبشن والليفنج. ولسه فرشتش الاوضتين، طبعا السجاد نشف خلاص، وعايزه افرش كمان الاوضه بالطرقه بقى اللي بره بعد ما غسلت السجاد. تعالوا معايا بقى. بس قبل بقى نبتدي الفيديو، كملوا الفيديو للاخر، ولو عجبكم ولسه ما اشتركتوش في القناه انزلوا اعملوا اشتراك وفعلوا زرار الجرس، اختاروا الكل عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لي لايك وشير لاصحابكم وكومنت حلو يسعدني وافرح بيه كده. يلا بينا بقى نشتغل، يلا بينا. ازيكم عاملين ايه احلى اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بالف خير. احب ارحب بكل المتابعين اللي معايا وكل المتابعين الجداد اللي اول مره يشوفوني. النهارده بقى انا طبعا لازم اكمل بقيه الروتين اللي انا ما كملتوش عند ماما. فزي ما هما طبعا ربونا واحنا صغيرين، لازم احنا طبعا ناخد بالنا منهم ما كبروا. ملناش غيرهم طبعا نخدمهم بعينينا. انا اول ما بصحى الصبح كده بحب احط، الجو كان شمس وكان الجو كان حلو يعني. كان قبل ما تشتي اليوم ده، يوم الروتين ده، هويت الفرشه كده زي ما انتم شايفين في الشمس ودخلتها من البلكونه. وبعدين جيت بقى رحت اقول انفض السلك كده معاكم قلت انا امسح البلكونه الاول. وجيت هنا عند الازاز برضو قلت امسحه بالجلانس، ما كانش عندي بصراحه جلانس هنا عند ماما، فحطيت ميه بخل ومورد. كان حلو برضو لمع الازاز وكان نضيف، كان خلص الجلانس اللي عندها بتاع الازاز. فنفضت الاول من التراب وبعد كده قلت امسح الازاز معاكم. بحب ابتدي بالبلكونه عشان انا اسفه يا جماعه على الكحه دي، مش عارفه مش عايزه تروح ليه. وهنا مسحت الازاز كويس بقى زي ما انتم شايفين، وبعدين جيت على البلكونه بقى قلت امسح البرامج برضو. فحقهم علينا طبعا احنا نخدمهم بعينينا، ما نبخلش عليهم باي حاجه يعني، ده هم شالونا واحنا صغيرين. فالواحد لو كان يفتكر بقى اهله كان بيعملوا معاه ايه وهو صغير، لما يكبروا بقى هيشيلهم في عينيه. لكن في والله مش كل الولاد كده يعني. انا بنصح الناس برضو اللي بتبقى يعني مش كويسه مع اهلها، مع الاب والام. يعني لازم الاب والام دول اهم حاجه في حياتكم، زي ما تعبوا في تربيتنا واحنا صغيرين، لازم احنا ناخد بالنا منهم لما كبروا. واحنا لما كبرنا بقى حقهم علينا ان احنا نخدمهم ونشيلهم. ولا ايه رايكم؟ البلكونه هنا عند ماما كان كلها تراب. أنا مش عارفه، انا كل يومين بعملها، مش عارفه التراب ده بيجي منين بصراحه، تبقى مليانه تراب على طول كده. دي ميه، دي مش كلور، بس هي كنت انا حاطه فيه ميه هنا في الجيركل ده. فقلت اكب ميه كده، مسحت الجنب الاولاني وبعدين جيت عند الجنب التاني. هنا بقى في بلاعه عند ماما في البلكونه حلوه بصراحه، وساعات تنفع برضو غسيل السجاد، ممكن البلكونه بتاعت ماما عشان فيها بلاعه في الارض. فهنا بقى مسحت الارض كويس ونشفتها. اسفه مره تانية، مش عارفه زوري في ايه، الكحه مش عايزه تروح. هنا قفلت بقى البلاعه بعد ما مسحت الارض. وهنا كان في كرسيين كده حطيتهم مكانهم، وبوريكم البلكونه. بصوا بقى بعد ما خلصتها وسبتها تنشف بقى، ومسحت كل حاجه والجدار وكله والسلك والازاز. بقول لكم بصوا هنا بقى انا اهو، والله الازاز بيلمع يعني، ده ميه وخل ومورد. جيت هنا بقى عند الليفنج اللي فيها الركنه، قلت امسح الشباك الاول برضو، السلك كده والازاز. هنا مسحت اللي برضو التراب. بعد ما خلصت التراب بقى قلت امسح بقى المرايات كده، بيلمع والله، بيخلي المرايات زي الفل. الاوضه بقى دي عشان جنب البلكونه على طول في الريسبشن، برضو بتتملى تراب. مش عارفه الحاجات اللي لما يكون في اوض على الشارع بتبقى مليانه ترابيه الاوضه دي. وريسبشن واوضه بابا كده برضو فيها بلكونه كده جيب، برضو الثلاثه دول على الشارع. ما فيش الا غير اوضتنا بقى اللي بنام فيها انا وماما دي، مش منور يعني، هي من الداخل منور كده بس هوا بصراحه، مش بتبقى حر ولا حاجه، لكن الريسبشن في الصيف بيبقى حر.
ومسحت انا التلفزيون وهو مطفي مش والع، عشان في سمعت ان في ناس بيقولوا ما تمسحش التلفزيون وهو والع، بيبقى غلط يعني. فانا كنت طافيه انا التلفزيون ومسحته من التراب، وجيت هنا على الركنه بقى قلت انفض الترابيع الصغيره دي. دي بقى ايه الكفرات اللي على الركنه، الكفرات دي من عند بابا برضو. انا زي ما قلت لكم بابا المحل بتاعه هنا في الهانوفيل، في شارع الخطيب اللي على اوله حلواني الاقصى. بيبيع بقى الحاجات دي عنده، والمخدات اللي هي بتاعت رمضان برضو دي الصغيره دي من عنده برضو. كان بيبيع زينة رمضان برضو، كفرات وحاجات ياما، وستاير، وملاية سراير برضو، والحاجات دي كلها. وماشي، وفي واحد عنده بيفصل له. هنا بقى نفضت الجنب ده اللي تحت الشباك، وشلت الكفر كده ونفضته وحطيته تاني. بيحمي برضو اطفال عيال اخويا عيال اختي يجوا كده، بنحمي برضو ايه الركنه من التراب. جينا بقى عند الجنب التاني ده، هي المخدات الصغننه دي من عند بابا برضو، اللي عليها بكار بقى ورمضان كريم وبوجي وطمطم والحاجات دي. كنا واخدين منه مفارش كمان للسفره في رمضان اللي فات. عنده حاجات حلوه قوي بصراحه. مفارش جلد، مفارش قماش بقى، هي الحاجات دي كلها كان في رمضان كان جايب الحاجات دي. هنا برضو شلت بقى الكفر ده، وكان في هنا برضو تراب كده او خيط كده مش عارفه ايه ده، قعدت انفضه. ودي بقى البف ده صغير كده في النص عشان هنا في عمود، فالركنه مش واصله يعني، لا، البف ده بيفصل بين الجنبين دول عشان هنا في عمود. وفرشت بقى كفرات تاني بعد ما نفضت هنا، وحطيت كل حاجه مكانها. رحت بقى على الجنب التاني، هو الجنبين هنا، وعاملين الركنه هنا في الجنبين، الجنب ده والجنب ده. وفرشت هنا برضو، شلت كل الكفرات دي كلها شلتها ونفضتها وفرشتها تاني. فنانيس ده برضو كان في رمضان بيدوا وهجة كده حلوة قوي، وبنعلق زينة بقى ونور في رمضان ان شاء الله قرب بقى كده نبقى نعلق الزينة مع بعض. وعندنا فانوس برضو فانوسين، بنولع الفوانيس ونحط نور رمضان وزينة رمضان، بيبقى فيه جو جميل قوي كده. فهنا بقى جيت على الجنب ده برضو نفضته وشلت الكفرات ونفضتها وحطيتها تاني. هنا بقى جيت عند الترابيزه، عشان برضو ساعات بنقعد ناكل هنا قدام التلفزيون، مش على السفره يعني، ساعات بناكل هنا كده نجيب الصينيه ونقعد ناكل. فقلت امسحها بقى. بس هي كل الاوض اللي على الشارع والبلكونات بتبقى كلها تراب. يبقى الواحد ده، وهي ماما طبعا تعبانه انتوا عارفين، مش بتقدر تعمل حاجه، وما بحبش حد يجي يعمل لها حاجه بصراحه. يعني لا، مش بيهتموا كده ومش بينضفوا الحاجه كويس غير خالص لما انا بعملها. حتى ماما والله قعدت تدعي لي وحست بفرق. قالت لي لا انت بصراحه الله ينور عليكي، بسم الله ما شاء الله عليكي وكده. غير الراجل اللي جابت مره واحد عمل لها يعني وكده، بس ما عجبهاش بصراحه، يعني بوظ لها السجاد. اصل لها السجاد بوظه لها، وخد الفلوس ومشي، وانا اللي جيت كملت برضه. فاحنا عشان كده ما بحبش حد يجي يعمل لنا، فبعمل على قدنا يعني كده. قلت اكنس السجاده الاول. لما انا بغسل السجاد بيبقى في فرق خالص، بينور كده مش عارفه ليه. بعد ما انا عملتها بمكنسه بالكهرباء وكنستها كويس قوي، هنا الترابيزه قلت اشيلها بقى فوق، هتلخبني كل شويه مش عارفه احطها فين. حطيتها فوق فوق هنا على الركنه، وقلت انفض بقى هنا السجاده كويس جدا من التراب، وعاملاها بمكنسه بالكهرباء ومتاكده ان ما فيهاش حاجه اهي نظيفه. بس ما غسلتهاش بصراحه، انا غسلت الجزء اللي هناك. لكن دي مع السجادتين بتوع الريسبشن دول انا بغسلهم بقى ايه على السطح ما يكون الجو حلو. ده معطر كده من ماي واي، ماما بتحطه ساعات في الغسيل وبنعمل بيه الارض، اسمه سيكرت حاجه كده، بس ريحته حلوه، بيدي معطر الارضيه، وساعات بيتحط في الغسيل كمان. هنا بقى قلت لا، ده كرسي ممكن اشيله مش لازق يعني، فرحت ايه شايله المخدات دي كلها، وشلت البف كده من مكانه وقلت اعمل تحتيه. فالواحد طالما شال بقى يعمل بذمه بقى وبضمير، يعني النظافه حلوه، يعني الواحد يقعد مرتاح نفسيا كده، بجد الواحد نفسيته ارتاحت.
ولو حاسه باي اكتئاب خنقه، حطي في الميه بتاعه التسقيق برضو دي شويه ملح، ملح خشن او ملح طعام عادي، يعني بيغير طاقه الشقه كده، بيخلي الواحد نفسيته كويسه لو واحد مخنوق من اي حاجه كده. الملح ده كويس قوي. وبحط معطر كده وامسح بقى هنا الارض هنا بتلمع بس مش بفرش السجاده لما بسيبها تنشف، يعني مش بخلص وافرش على طول، لا انا بستنى شويه كده وبعدين باجي افرش السجاد، عشان بقى فيه ميه برضو مهما اقعد انشف كل شويه. بعملها كذا مره وامسك الشرشوبه دي بعد بنشفها من الميه جامد، بس برضو بيبقى فيها ميه برضو، بسيبها بقى تتهوى كده، بفتح الشبابيك لحد ما تتهوى خالص وتنشف قبل ما افرش السجاد. وما كانش فيه تراب، يعني انا هنا كنست وشلت التراب من الارض ما كانش فيها حاجه بس مسحت. هنا بقى خلاص مسحت الارضيه خالص وسبت هسيبها بقى تنشف شويه كده. بعد ما نشفت بقى هنا جيت فرشت السجاده. الواحد بقى يقعد كده ايه، انا بقى كده بقى يعني مرتاحه نفسيا، حتى الواحد بيبقى قاعد مرتاح يعني. غير ما كل يوم بعمل المكنسه بالكهرباء كده بقى بعد ما ناكل كده، لكن الروتين ده كل اسبوع كده لازم اشيل وامسح. لكن لو كنا بقى في الاوضه كده متعشينا ولا اتغدينا واحنا قاعدين بنتفرج على التلفزيون، اروح ايه عامله بعد ما نخلص الغدا، اروح عامله بالمكنسه بالكهرباء كده مطرح مكاننا. بقول لكم بصوا هنا خلصت وانا مسحت الترابيزه برضو دي كان فيها تراب مسحتها، مسحت كل حاجه يعني. والشباك هنا كنت سايباه يهوي بقى الاوضه شويه لحد ما اخلص بقى اللي ورايا هناك. جيت هنا بقى عند الاوضه بتاعتنا اللي بننام فيها، انا هنا كنت غاسله السجاده والسجاده نشفت بقى خلاص، قلت امسح بقى قبل ما افرش السجاد اللي انا كنت غاسلاها معاكم في الروتين اللي فات لو فاكرين. لو لسه بقى بتتفرجوا لحد دلوقتي لسه ما عملتوش اللايك، او هتنسوا تعملوا لي لايك لو الفيديو عجبكم. هنا بقى قلت اشيل دولاب التلفزيون الصغير ده، اعمل وراه كده برضو كان فيه تراب. احنا متعودين على كده بصراحه، ما بحبش اقعد في مكان مش نضيف، احنا لازم يعني. انا بقول له كل يوم يعني بعد الغدا ده انا بمكنسه بالكهرباء بعد ما ناكل، لكن لما احب امسح كده كل اسبوع ممكن مره ولا حاجه اروح مسحه بقى شايله ومسحه كده. بصوا الارض بتلمع ازاي، بص بتبرق شمعة فله منوره، بص بتبرق ازاي. نظافه حلوه يا جماعه والله، مفيش اجمل من النظافه كده، الواحد يبقى قاعد مبسوط كده ومرتاح، حتى تدخلك طاقه كده ايجابيه. لا ما بحبش الواحد اللي بيقعد كده في التراب حواليه، لا ما بحبش كده، انا بحب النظام وبحب الترتيب وكل حاجه تبقى في مكانها، عشان لما اجي يعني ادور على حاجه الاقيها. وعملت ورا الباب برضو هنا ورا باب الاوضه. هنا بقى كنت سبتها تنشف برضو ما فرشتش على طول، لا كنت فاتحه الشباك وسايباها تنشف. بصوا السجاده بقى اللي انا غسلتها منوره ازاي، عشان الحاجه انا عاملاها بايدي وتبقى نظيفه والله. لما جبنا واحد مره عمل لنا السجاد بتدوس عليه كده وحاسه ان هو بيلبك والله العظيم يعني. قلت ايه ده، كنت قرفانه، كنت قرفانه امشي على السجاد، ما اعرفش ما بيغسلوش ولا بيحطوا عليه ميه بس ولا ايه. لكن الواحد ما بيرتاحش غير ما بيعمل الحاجه بايده. هنا بقى ماما انا كنت بنضف الريسبشن ولقيتها نزلت بقى النيش كله اللي تحت ده كله، نزلته ومسحته، وهي اللي فرشه الصفين اللي تحت دول كلهم، يعني حطت المفارش تاني ومسحت الفناجيل بقى والاطباق بتاعتها وطقم الكاكاو والحاجات دي كلها. في الكحلي ده طقم كاكاو بتهيألي، وجنبي برضو واحد تاني ابيض. فهنا بقى ايه، رحت لها لا انا هكمل لك الصف اللي فوق بقى، كان فيه كاسات وكوبايات، قالت لي مش طايلاه. قلت لها خلاص خليكي انت بقى. انا رحت انا واقفه وعامله لها الصف اللي فوق ومسحه لها من بره، بصراحه كان زي الفل. هو كان مغيم شويه كده كان فيه تراب. راحت هي حاطه الكرسي بقى وقاعده كده، قالت لي اتسلى فيه وانت بتشتغلي. بقيت انا بشتغل وهي كمان شغاله مش عايزه تقعد يعني، لا يا ماما بتحب النظافه برضو كده زيي. فمسحت بقى هنا النيش برضو مسحته لها من بره. هنا بقول لكم بصوا بقى ماما اللي عملت الصفين دول وانا اللي عملت اللي فوق، انا اللي حطيت لها الفناجيل الكاسات وكوبايات. الفناجيل بقى دي بتاعتها بقى، اي حاجات هي محتفظه بيها و... واطباق بقى كده وكوبايات وتقومة كاكاو حاجتها، حاجة زمان بقى محتفظة بيه وهي تحب حاجتها قوي. وحاجة دي والله جميلة ما فيش منها دلوقتي. بقول لكم بصوا بقى هنا خلصنا النيش اهو ومسحناه زي الفل.
عملنا بقى روتين جامد. بقول لكم بقى، هنا خلصت الروتين. وهنا بقى الاوضه بصوا بعد ما اتفرشت وهعطرها. لو وصلتوا معايا لحد دلوقتي ولسه ما اشتركتوش في القناه والفيديو عجبكم، انزلوا اعملوا اشتراك وفعلوا زرار الجرس، اختاروا الكل عشان يوصلكوا كل جديد. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوني في اللايك والشير لاصحابكم وكومنت حلو كده يساعدني وافرح بيه. هنا بقى كنت بوريكم، اقول لكم بس الاوضه نضيفه ازاي. كنت ماسحه كل حاجه فيها وفرشت السجاده بعد ما غسلتها. والبطاطين نضيفه برضو ومغسوله، احنا بنغسلها على طول يعني، كانت مغسوله. واقول لكم انا اهو برش هنا معطر كمان. يعني زي ما بعمل عندي بعمل عند ماما بالظبط والله. يعني عشان كده ربنا بيقدرنا ويقوينا عشان بنخدم اهالينا. ربنا يدينا الصحه ويقوينا. هنا بقى اوضه بابا برضو، بس انا عشان ما اطولش الفيديو عليكم انا عملتها. فهنا كنت برضو على مسح الارض ومسحت الكومودينات بقول لكم، والسراير والشباك بقى انا هروح اقفله، كنت سايباه يهوي الاوضه. انا هنا بقى دي بلكونه جيب كده، بس احنا عاملينها شباك ودخلينا على جوه يعني. هنا بقى مسحت السراحه ومسحت الكومودينات وفرشت السرير وكنست الارض. بقول لكم يعني انا عملت برضو اوضه بابا بس ما صورتهاش عشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده. وعطرتها له. وهنا بقى هقفل الباب، بس بعد ما اخلص هخش اقفل بقى الشباك واطفي النور. وهنا برضو الركنه خلصتها. وبكده بقى كنا وصلنا لنهايه الفيديو، وانتظروني بقى في الفيديوهات الجايه ان شاء الله تعجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير لاصحابكم وكومنت حلو منكم يفرحني. دي صورة ماما بقى معلقينها هنا في الركنة في الليفينج. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم كده وحمسكم واداكم نشاط وحيوية، وكون عند حسن ظن الجميع واستفدتوا مني بحاجة. وانتظروني بقى في الفيديوهات الجاية ان شاء الله. هنا بقى اقدر اقول لكم باي باي، مع السلامة. بقول لكم ما تنسوني في اللايك. باي باي، مع السلامة.